العساكر بيصحوا في الليل وبيجيبوا صابونة وفوطة ويعملوا سلاح قوي جدا، وبيتسللوا لسرير صاحبهم اللي بيكون نايم نوم عميق جدا من التعب بتاع التدريب طول اليوم. وكل اللي ماسك صابونة وفوطة بيبدأ يضرب فيه بدون رحمة، حتى صديقي المفضل فضل يضرب فيه برضه. والعسكري ده لما بيشوف اللي بيحصل ده ويشوف إن صديقه المفضل عمل معاه كده بتجيله صدمة. بعد ما كان بيضحك ويهزر جات له صدمة عصبية ونفسية خلته مكشر جدا، وبقى أحسن في التمرين واتغير للأحسن، فبقى بينفذ كل التمرين بدقة كبيرة جدا. ومن وقت اللي حصل ده قرر إن هو ينتقم من كل واحد عمل فيه كده، وكل واحد اتسبب له بوجع لازم يوجعه أكتر. وهنا بيكونوا زمايله هما الاتنين في الحمامات بينضفوه، ولما صديقه المقرب يسمع صوت بيجرب من الحمامات علشان يعرف الصوت جاي من فين، ويفتح الباب وينور بالكشاف. وأول ما يفتح الباب وينور بالكشاف بيلاقي صديقه اللي ضربه موجود، وبيبتسم له ابتسامة شريرة كده.